شكون فينا ما عاش ديك الوقيته الزوينه ديال الطفوله، فاش كانوا ولاد العم ولاد الخاله كيتجمعوا بالليل وكنجلسوا حدا جده تسمعنا حكايات ناس زمان، حكايات فيها الغرايب والعجايب والاساطير اللي كتخلي الواحد ما ينعش. القصه ديالنا كيتقال بلي وقعت في المغرب زمان، في واحد الغابه كان كاين حنش ضخم كيخرج من فمو العافيه، حتى واحد ما كان كيقدر يدوز من طريقه، والناس عاشوا الرعب ديال بصح، والغنم ديالهم ماتت يا حسرة بالجوع. ولكن واحد العابد اسمه رحال بودالي قال لهم جملة وحدة حبسات الرعب كامل. شكون هو رحال بودالي وشنو السر اللي خلاه حنش كيحرق الغابة كاملة يختفي في ثواني؟ خليو الضو شاعل وسمعوا هاد الحكاية حتى الاخر. كان رحال بودالي راجل صالح، سافر بعيد على الناس باش يطلب العلم ويتفرغ لعبادة الله. وفي ديك الايام كان واحد الحنش ضخم حابس الطريق على القبائل اللي كتكون غاديه لمراكش، حتى واحد ما كيقد يدوز. العافيه كانت كتخرج من فمو تحرق الشجر والارض، وكل ما قرب ليه الناس خافوا والغنم ديالهم بقات بلا مرعى. واحد الراجل مشى عند رحال بودالي ولقاه غارق في الصلاه وقراءه القران، وقال ليه قصقتك والمقصود الله، راه الماشيه ديالنا غادي تموت بالجوع، والحنش ما كيخلي حتى حد يقرب للغابه. رفع رحال عينيه وقال بهدوء انا غادي نهنيكم منه. تجمعات القبائل ومشاو معاه حتى وصلوا واحد البلاصه سميتها بيضه، وفجاه خرج الحنش قدامهم، لسانه طويل والعافيه شاعله من فمه وعينيه شاعله كالجمره، والناس تجمد الدم في عروقهم بقوه الخوف. ولكن رحال بودالي بقى واقف بلا خوف، وبكل شجاعة قرب من الحنش وقال زمي يا نار وهمد يا تعبان. وفي ثانية العافية طفات. غير قال هاد الكلمة الحنش بدا كيصغر ويهبط الأرض حتى غبر في مرة وما بقى ليه آثار. سيد رحال قال للناس هادشي اللي وقع هو غضب من عند الله، ودابا ربي رفعوه عليكم. ومن داك النهار ديك البلاصة سماوها زمران.